ولذلك فواجبنا أن نعرف الناس بقضيتهم، أن نتكلم في الخطب والمحاضرات، أن نحذر من التعامل مع الشيعة. وكان هناك مؤتمر لأمين السنة العالمي، مؤتمر السنة العالمي برئاسة الدكتور حمد عبيد، وقد دعيت إليه لكنني كنت مسافرا، وأعطوني البيان ووقعنا عليه بأنه إذا نزل الشيعة إلى مصر فسيفترش الشباب المطارات ولن يدخلونهم إلى أرض مصر إن شاء الله. والأمر الثاني الذي أحب أن أنبهكم عليه وأن تنشروه بين إخوانكم، جاءنا من مصدر موثوق أن السيد الرئيس محمد مرسي أصدر أوامره إلى الأمن القومي بتتبع كل من يدعو إلى المذهب الشيعي في مصر والقبض عليه. ولذلك فإننا نقول كل من يعرف بؤرة فيها تشيع يبلغنا. وفي اجتماع مجلس شورى العلماء الأربعاء الماضي أول أمس أخرج البيان وقال بأن أرقام مجلس شورى العلماء مفتوحة لكل من يقف على رجل ينشر التشيع أو يوزع كتابا فيه شيعة أو نحو ذلك، يعطينا فقط الاسم والمكان. ولذلك نريد التعاون من الجميع للبحث عن بؤر التشيع للتمكن من محاصرتها